داخل واوا بارك بنادي العاب دمنهور. بنرحب بالاستاذ ياسين ابو القاسم المسؤول عن واوا بارك. كنا يا فندم عايزين نعرف من حضرتك، هل فكره واوا بارك هي فكره خدميه ام استثماريه؟ طبعا في البدايه لازم طبعا في البدايه الخدمه فيها شيء من الاستثمار وتقديم خدمه، لان احنا قبل ما نكونوا مستثمرين في واوا بارك كنا اعضاء في النادي. فبالتالي انت شوف الخدمات اللي موجوده في الملاهي قبل كده ما كانتش تصل للمستوى اللي يرضى عنه اعضاء النادي. فدخلنا بشكل استثماري وشكل خدمي. بشكل خدمي ان احنا عايزين خدمه ترقى يعني تبقى في مستوى اعضاء النادي، وبالتالي الفكره واخدينها قبل كده. كل الناس الاستثمار دي ما اشتغلتش في الملاهي قبل كده، بس هي دخلت زارت اماكن وعايزه توصل بمستوى هنا بالنسبه لدمنهور بالذات، ان توصل مستويات مقاربه للاماكن الثانيه، ونتمنى انها توصل في نفس المستويات الثانيه. بشكل خدمي ان احنا نوصل للمستوى دوت، وبشكل استثماري ان يكون ان شاء الله يكون فيها خير. واكيد الناس بتتمنى، كل الناس بتدفع اجر مقابل خدمه. فبدانا نشوف ايه اللي محتاجه الاعضاء، ويمكن الكلام ده من خلال الاعضاء. ولو حضرتك سجلت مع بعض الاعضاء ممكن تلاقي ايه الفرق ما بين المكان قبل كده والمكان دلوقتي. فبدانا نرقب المكان شيئا فشيئا، ان شاء الله يعني نوصله. احنا لسه في بدايه اول 3 شهور، ويمكن في طفره في خلال ال3 شهور دول. نتمنى برضو احنا معانا مده 3 سنين، ونتمنى ان العمليات تدوم اكتر، فالمستوى ان شاء الله يزيد اكتر وهيرضى عنه الاعضاء، ويمكن جميع اهل دمنهور هترضى عنه. يعني المكان بدا هيزداد اكتر باذن الله. بالنسبه للنادي كنفسه، هل النادي يقدم او يوفر لكم الخدمات اللي بتطلبوها منه؟ هو الطبيعي ان كل شيء متعلق حتى بالحاجات اللي ممكن يقدمها النادي. فالنادي برضه مهما كانت السلطات بتاعته، في حاجات ممكن بتحجمها الاداره، سواء الشباب والرياضه او الكلام ده كله. في شيء بيعوق النادي، يعني ممكن يبقى شايف وجهه نظر صح، بس اداريا لازم يبقى لها معوقات. لكن هو بشكل كبير الناس متعاونين معانا، يعني لما بنتكلموا في اي حاجه متعاونين معانا بقدر الامكان. بس احنا بنتمنى في حاجات يعني نتداركها لخدمه، مش لخدمه المكان بس، ولخدمه الاعضاء برضه. يعني بالنسبه لتوسعه المكان، بالنسبه نتمنى النادي يا اما يوفر مثلا، يا اما احنا نعمله بوفيه لخدمه رواد الملاهي اللي هم بيجوا عشان اطفالهم، او النادي يجيب بوفيه خاص بالنادي برضه يعمل له اي حاجه هنا، بحيث يقدم خدمه للاعضاء الموجودين في الملاهي. في مشاكل بتواجه الاعضاء هنا في المكان؟ المشاكل اللي بتواجه الاعضاء ان المكان ممكن في وقت الزحمه ما بيلاقوش مكان يقعدوا فيه، وبيبقى في بعض الاسر طبيعي بتيجي عشان خاطر اولادها، فتتمنى تبقى قريبه من اولادها. فممكن عشان خاطر يقعدوا بيبقى المكان صعب لما يكون فيه ازدحام. فاحنا كنا بنتمنى ان في جزئيه مثلا في النادي اللي ما كانش بيستفيد بيها يوفرها، انها تبقى قاعده لاولياء الامور ان هم متواجدين في راحه فتره. اذا كان يا اما يقعدوا بس، او يوفر لهم خدمه مثلا اذا كان في كافيتيريا ولا حاجه، يوفر لهم ان هم بدل ما يبقوا موجودين بره موجودين قريبين من اطفالهم، ويقدروا يتمتعوا اذا كان بيتمتعوا بيومهم طبيعي. سواء الكلام ده من خلال الناس في الملاهي بتقدم خدمه محترمه وبتتناسب مع اسعار النادي، او النادي هو اللي يقوم بالموضوع ده، مفيش مشكله عنده. احنا هناخد حضرتك في جوله بسيطه في المكان في واوا بارك، ونبذه بسيطه عن الاسعار والخدمات اللي بتقدمها. اتفضل. طبعا ده منفذ بيع هدايا ولعب اطفال، على اساس برضه رواد المكان اذا كانوا محتاجين حاجه، والاسعار في المتناول كلها. بعض الاكسسوارات اسعار في متناول الاسره، واسعار يعني تشابه بره وممكن تكون اقل، وده بشهاده الاعضاء. واذا كان في اي حد ليه تعليم مفيش مشكله. مكان فيديو جيم، في العاب الفيديو جيم عموما، كل الالعاب بسعر 3 جنيه، ما عدا لعبه واحده بسعر 4 جنيه اللي هي الفرقين ب 4 جنيه كاسعار. لو حضرتك اسعار منفذ البيع التذاكر، وفي منفذ تاني على البوابه، في 2 بوابه، كل بوابه عليها منفذ عشان خاطر عدم اكتظاظ الناس وعدم شعورهم لمنع الازدحام. طبيعي. ده ترامبولين، اللعبه ب 3 جنيه. وبعدها في طياره، بس الطياره دي هتستبدل بطياره افضل جايه بشكل يعني دي هتنشال وهيجي طياره ثانيه سعرها 3 جنيه. بعد كده قصر صغير بسعر 2 جنيه، وسيسترينه صغيره دي سعرها 3 جنيه. ماشي. سلاسل سعرها 3 جنيه. ماشي. عندك كروم، اللعبه دي
كولومبو. تمام. ودي سكينة سعرها 2 جنيه. تمام. كبير. لا اتفضل. ده شلال كبير اللي هو اللي فوق سن 8 سنوات. فوق سن 8 سنوات. وفي شلال صغير بس ما تفرش في الوقت الحالي اللي هو اقل من 8 سنوات. ده سعره كام؟ الاثنين سعرهم 3 جنيه بس عشان خاطر الاطفال يعني كبار في السن او في الحجم يبقوا لوحدهم ودول لوحدهم عشان خاطر ما يحصلش اصابات لحد. اتفضل. ده بيت كورت سعره 2 جنيه. الفنجان برضه سعره 3 جنيه وده من اللعب الجديده في المكان. في العاب كتيره جديده في المكان ده من اللعب الجديده سعره 3 جنيه. سعرها برضه 3 جنيه للفرد. ماشي. وده القطر الكبير سعره 3 جنيه. بعدين اوربت برضه من الالعاب الجديده مميزه في المكان سعرها 3 جنيه. اسمها ايه؟ اوربت. اوربت. سعرها 3 جنيه. وده العربيات برضه سعر العربية 3 جنيه. القوارب ماشي سعره 3 جنيه. لعبة القوارب. القوارب. وفي صياد السمك برضه 3 جنيه. واللي بيصطاد عدد معين عادة بيبقى فيه هدية على أي واحد بيلعب عليها جوائز يعني. لها جوائز. دي ب5 جنيه. ده لوي. 5 جنيه. تمام. الويل موجود اكتر من 450 لعبه. تمام. تخيل اي لعبه هي موجوده ويل. يعني اي فيلم انت عايزه هو لعبه. اي لعبه موجوده. ايه اللي انت شغاله موجود لعبه. طبعا ده بسيستم انه حركه وبتاع يعني حاجه زي التنس الكلام ده المصارعه الملاكمه العربيات كله من بعيد يعني. كله موجود. تمام. ده سعرها كام؟ ده 5 جنيه. ب 2 جنيه. ب 2 جنيه. عليه جميع الالعاب. عليه جميع الالعاب مصارعه وكوره وبتاع.